سلام، صباح الخير عليكم، واش راكم؟ جيسبر كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي سوماكوك في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه اللي راح نشاركها معكم ان شاء الله اليوم هي كيكه كيما راكم تشوفوا فيها. هنايا كانت لا ماتيني على بها كنت ندير لكم في الفيديو. دونك الكيكه هذه كيكه بالتفاح. هاد الكيكه تجي بزاف خفيفه وبنينه ما شاء الله. راح نديروا لها واحد الخليط من الفوق. كانت في بدايتي في الانستغرام كنت درت كيكه تشبه لها، لكن الخليط تاعها اللي يجي من الفوق كان شويه مختلف. هذاك تاني كان ما شاء الله بزاف بنين، لكن هذا الخليط لمحبي الكيكات اللي يكونوا شويه مشربين راح يكون احسن واحسن. كل وحده بيان سور لوغو تاعها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. قلت لكم كيكه خفيفه وان شاء الله راح تكون لكم بمقادير اقتصاديه. ويلا بينا لا كويزين نديروا الكيكه تاعنا. بالنسبه للكيكه واش نسحق في الاول قلت لكم فيها خليط يجي من الفوق. هنا عندي زوج حبيبات تاع التفاح. هنا نتوما شوفوا الخليط الفوقاني ولا تحبوه يجي شويه بزياده من الفوق ولا تحبوه جوست موين. دونك انا درت زوج حبيبات تاع التفاح يكون الحجم تاعهم متوسط. خديت بيان سور قطعتهم غسلتهم حكيتهم بيان بالقارص. راكم تعرفوا التفاح تمتم يتاكسد ولا يكحل. دونك حكيتهم تري بيان بالقارص. من بعد جبت اون بوال ولا مقله درت فيها مغرفه كبيره تاع الزبده كيما شفتوا في الاول. من بعد زدت التفاح تاعي، زدت ثاني عليها زوج مغارف كبار تاع السكر البني وشويه تاع القرفه كيما راكم تشوفوا. اللي يحبوا لو غو تاع القرفه، اللي ما تحبش لو غو تاع القرفه ما ديروش، يعني تستغني على هاد ليطاب تاع القرفه. لكن راكم تعرفوا القرفه تتماشى بزاف مع التفاح وتعطيها ذوق ما شاء الله. دونك هنايا نخلي التفاح تاعي يتكرمل شويه. شوفوا هنا في هاد ليطاب ما تخلوش التفاح تاعكم يطيب بيان ولا يذوب، خلوه كيما راه جوست ياخذ تحميره شابه لانه راح يدخل الفور ويزيد يتكرمل داخل الفور. دونك ماذا بينا نخلو التفاح تاعنا شايد روحو. نولوا الكيكه اللي فيها زوج حبيبات تاع البيض. بيان سور كي نقول انايا ندير اون ريسيت ولا ندير كيكه بيان سور لا بتيت في تاعي ولا ما بتيت برانسيس ولا بنتي انايا توجور تكون حاضره معايا وتقول لي ماما نعاونك. توجور تحط اللمسه تاعها ولا البصمه تاعها في كامل لي غوسات ديالي. بيان سور قالت لي ماما انا ندير لك السكر وما حبيتش نخلي في خاطرها، قلت لها ديري ماما السكر. دونك خديت زوج حبيبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وكيما شفتوا درت لكم نص كاس تاع السكر وكاس غير ربع تاع الزيت وكاس غير ربع تاني تاع الحليب. في الاول زدت مع البيض الزاز تاع السيترون، تحبوا تزيدوه تحبوا تستغناو عليه لانه راح نديروا لافاني في الاخير. انا توجور زاز تاع السيترون توجور يتماشى معايا وتوجور نديرو في كامل كيكات مالغري كو درت لافاني. هنا ما تسحقوني باتور ني ريان دو تو. تخلطوا كامل المكونات. في الاخير نزيد كاس ونص تاع لافارين يكون مغربل، ونزيد تاني ان ساشي ادمي يعني كيس ونصف حوالي 15 غرام تاع لا لوور شيميك ولا فاني ورشه تاع الملح اللي لازم ولا من ضروري انكم ديروها. كيما راكم تشوفوا نخلط كامل المكونات تاعي جوست بالفوي. كما قلت لكم ما تسحقوش باتور. كيكه هذه تجي خفيفه ما شاء الله وبزاف سهله، ما راحش كامل تدي منكم الوقت. كيما شفتوا كامل المكونات درناهم على ضربه وخلطناهم بالفوي. من بعد هنا كملاحظه من الاول تسبقوا في هذاك الخليط تاع التفاح في الاول باش تخلوه شويه يبرد ويشد روحه. شوفوا هنايا الخليط تاعي ما كثرتش التفاح، لكن اللي حبت تكثر التفاح على هكذا تكثر دير 4 حبيبات تولي لها كطبقه ثانيه. دونك انا ما حبيتش نكثر، حبيت نخليها هكذا. بيان سور هذاك التفاح كي يتكرمل يطلق شويه تاع الجو راح يخرج لكم ما شاء الله، وهذاك هو اللي راح يشرب الكيكه تاعكم تجي كي شغل مشربه. دونك نستف كامل التفاح تاعي بعد ما برد فوق هذيك الكيكه. هذوك الفراغات درت لهم الشوكولا كاضافه، ودرت شويه اللوز ايفيلي كان عندي في الدار. هاد لي زيتاب تقدروا تستغنوا عليهم، لكن اذا درتوهم اكيد راح يزيدوا لكم في البنه وتجيكم ما شاء الله وتجي من الفوق مقرمشه. دونك كيما قلت لكم زدت شويه لي بيبي تاع الشوكولا. طيابها بيان سور كي يكونوا نحضروا فيها يكون الفرن مسخن من قبل. طيابها يكون على 180 درجه حتى تاخذ تحميره شابه كيما راكم تشوفوا. دونك اللي عندها الفور فونتيلي راهو باين الفور تاعها ما تحتاج انه تشعل من الفوق.
اللي ما عندهاش بيان سور تخلي الكيكه تاعها طيب، من بعد تبيكيها بالموس ولا شفتها بيان سور خرج الموس خرج ناشف، تشعلها شويه من الفوق باش تاخذ تحميره شابه. دونك فوالا هذا هو ولا هذه هي الكيكه تاعي في شكلها النهائي. خرجت ما شاء الله بزاف بنينه، كيكه خفيفه هشيشه، قلت لكم تجيكي شغل مشربه رغم انه كيما شفتوا ما شربناهاش، لكن فريمون في القوم ما شاء الله. هذاك لابوم الفوق تعطيها ذوق كانه فيها كراميل. شوفوا كي جبتها من الفور خليتها بردت شويه، من بعد دهنتها كامل بلا جولي باش تعطيها لمعه، ومن بعد هذوك الطرف درت لهم سكر غلاس. دونك فوالا ما شاء الله خرجت لي كيكه ما شاء الله، وفي الدار حبوها. قلت لكم تجي بزاف خفيفه بنينه بمقادير ان شاء الله قلت لكم تكون عندكم اقتصاديه، ونورمالمون هاد المقادير كامل عندكم في الدار. ديروا هاد الكيكه باش نبدلوا شويه، وان شاء الله تعجبكم لا غوسيت تاع اليوم. بيان سور تسيوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الانستغرام. اكيد ان شاء الله رابط الانستغرام راح نخليه لكم في لابو دانفو. مع السلامه حبيباتي.